اخر ما نعرفوش يصرى. ما نقدرش نبقى متزوجة مع انسان متزوج، لا استطيع انا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي فيه حنهضر على ريبيكا الجزائرية المشهورة اللي بزاف الناس يعرفوها، مشهورة بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي. اذا ريبيكا تفاجأت باللي راجلها عاود تزوج عليها. الحكاية كيفاش بدات بعد ما فيديو تاع عرس راجلها تسرب وتنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي شافت الفيديو تاع عرس راجلها منها من الناس، واكتشفت باللي راجلها راح لبلادو كضيف كيما موالف، ولكن لقاتو هذه المرة راح لبلادو باه يعاود الزواج ويتزوج. والفيديو هذا يعني شافوه كامل الناس في الجزائر، والناس كامله راهي قاعده تحكي عليها وعلى انه راجلها عاود تزوج عليها، وهي خرجت متأثرة. قالت باللي تخدعت في هذا السيد اللي عشت معاه مدة 7 سنوات، ومن بعد راح تزوج عليا. والسبب حسب هي وش تهدر، قالت انه راجلها عاود تزوج عليها بسبب الاولاد، لانه حايب يدير اسره، يكون اسره ويكون عنده اولاد، وهي ما تقدرش تجيب الاولاد، على هذيك عاود تزوج. عشت معاه 7 سنين، كاين حوايج ما بيناتنا بزاف مادية ولازم. اذا خرجوا بزاف ناس متعاطفين مع ريبيكا ومتاثرين يعني بالحاله نتاعها، انها كانت متزوجه بانسان كانت تحبه ودايره فيه الخير وبيناتهم عشره، ومن بعد فجاه يخدعها ويروح يعاود يتزوج باش يكون اسره اخرى ويولي عنده اولاد. وهي قالت باللي ما راهيش راح تكمل حياتها مع راجل متزوج ورايحه تطلب الطلاق وتكمل حياتها بلا جنم. نتمنى لها كل توفيق. حاجه اللي لاحظتها انا في الحكايه هديه، كي دخلت لليوتيوب لقيت باللي ريبيكا كانت تهدر على راجلها وباللي حايب يعاود الزواج قبل 3 اشهر هكا 4 اشهر، يعني فيديوهات قدام مخلاه كانت تهدر وتقول باللي راجلها رايح يعاود يتزوج عليها. يعني هذه ماهيش حاجه كبيره بالنسبه لريبيكا، من بكي على بالها باللي راجلها راهو حايب يعاود الزواج. وهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو.